اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة أميرة محمد، ويلا بينا نبدأ قصتنا. انت لازم تخسي يا نسمة، انت تخنتي الفترة دي قوي. وخس ليه واعمل رجيم ليه؟ كلنا رايحين وهنقابل وجه كريم، واللي أكل شاورما زي اللي أكل زبادي بالليمون، كله رايح. يا بنتي جوزك كده ممكن يتضايق منك، حرام عليكي نفسك، ده انت لسه صغيرة. جوزي؟ تصدق ضحكتني؟ ده جوزي ده بقى هو الحافز ليا ان وزني يوصل ل 120 كيلو. ده كل يوم هو راجع من الشغل لازم يجيب لي الشوكولاتات والحلويات والشيبسيهات، وعلى طول يقول لي جسمك عاجبني، ما عليكي بقى من كلام الناس. طيب براحتكم، على عموم انا قلت انصحك وخلاص. ونسمة رجعت فلاش باك بالذاكرة بتاعتها لورا لما كانت بتقول لأحمد جوزها: يا ربي بقى انا تخنت قوي يا احمد، انا نفسي اخس بجد، انا اكتر واحده تخينه في اخواتي، دول كلهم عاملين زي العصافير رغم اني اصغرهم. ما تكبري دماغك يا نسمه، انت لسه حبيبتي بدري عليك عشان تفكري في التخسيس، ده انت بترضعي وعندك 4 عيال، هتجيبي صحه منين عشان تهتمي بيهم؟ لازم تاكلي كويس وتهتمي بصحتك. نسمه رجعت من الفلاش باك وابتسمت: احمد جوزي حبيبي خايف عليا ومش عايزني اكون ضعيفه، ربنا يخليه ليا يا رب. ماشي يا نسمة، خليكي كده براحتك، انا غلطان يا ستي. المهم هتيجي بكره العزومه بتاعت اهل خطيبتي ولا ايه؟ احنا عازمينهم عندنا في البيت. ماشي مفيش مشاكل، ما انا لازم اجي طبعا، ما تقلقش يا حبيبي مش هتاخر. ونسمة تاني يوم كانت عند اهلها، واول ما اهل خطيبه اخوها شافوها لقيت حماتها بتقول لها: سبحان الله يا نسمة، اهو انتي بقى احلى واحده فيهم وابيض واحده فيهم، بس انتي تخينه قوي بصراحه، ما تخسي شويه يا حبيبتي، انتي لسه صغيره ولازم تعيشي سنك. وايه يعني ده عز يا طنط، وبعدين ابويا وجوزي قالوا لي اكل براحتي واتخن براحتي. والدة نسمة ابتسمت عشان تهدي الجو شويه وقالت: نسمة بنتي جوزها بيحبها كده وعمره ما قال لها خسي، وهو اللي مشجعها ومش بيزهقها خالص، وهي شايفه نفسها حلوه في كل الاحوال. ايوه انا ما اقصدش يعني ان انا ضايقها خالص، انا بس كنت بتكلم عشان صحتها وبس. المهم انتوا عاملين ايه بقى؟ والكل حاول يغير الموضوع ويهدوا الاجواء. ونسمة يومها فضلت تاكل كتير قوي، وهم بيتغدوا كلهم سوا عشان تغيظ في حمات اخوها، وهي مسكينه ومش عارفه انها كده بتضر نفسها اصلا. لكنها لما رجعت البيت حكت الموقف ده لجوزها وهي بتعيط: كلامها خلاني ازيد في الاكل، انا عايزه اعمل دايت، انا عايزه اروح جيم، انا عايزه اخس يا احمد، عايزاك تشجعني مش عايزاك تحبطني. يا نسمة يا حبيبتي، انا كنت متجوزك زي العصفوره، كنت رفيعه قوي وما كنتش كده خالص، بس انت دلوقتي حملتي وولدتي وجبتي 4، وعشان كده وزنك زاد قوي. كل اللي اقدر اقوله لك انك لو متضايقه قوي حاولي تقللي اكلك، بس ما تضغطيش على نفسك جامد يا حبيبتي عشان ما تتعبيش. نسمة فضلت تفكر في كلامه وحاولت تعمل دايت، لكنها كانت بتفشل، وكل يوم تصحى الصبح بدري: خلاص من النهارده رياضه 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 ودايت، دايت ورياضه، رياضه ودايت، دايت ورياضه، جايه لكم يا رفيعين يا مسنكحين. بكره بقى ابقى اكتر واحده رشيقه في اخواتي البنات والعيله كلهم كمان، انا هوريكم كلكم. لكن برضو كانت كل يوم تقعد بالليل وتعيط: انا فاشله انا فاشله انا فاشله، انا مش هخس خالص، انا بجد زهقت وتعبت من نفسي قوي، هعمل ايه بقى؟ يوه. وطبعا احمد ما كانش بيرضى يتكلم عشان ما يزهقهاش اكتر، عشان ما يخليهاش تتخنق اكتر. اما بقى اخواتها البنات فكانوا بيستنوها في كل تجمع عائلي عشان يهزروا معاها على شكلها، يعني من الاخر بيتريقوا عليها، لدرجه ان في مره ندى اختها قالت لها: ده انتي اصغر واحده فينا واخر واحده اتجوزتي فينا كمان، ما تهتمي بجسمك شويه يا بنتي، في ايه؟ ما شفتيش حمات اخوكي قالت ايه اخر مره لما كنا قاعدين كلنا مع بعض؟ ده انتي ولا كأن ولا اتحركتي. اما سمر اختها التانية ففضلت هي كمان تضحك وتقول: ده احنا كلنا يا بنتي اخترنا موديلات فساتين اللي هنعملها في فرح اخوكي، الا انتي كل ما نقولك على الموديل بتاعنا تقولي هيدخل ازاي، ومفيش ولا موديل ظابط معاكي. فرحمي شويه بقى، مش كله اكل. يا سلام يا اختي منك ليها، ولما انتوا قاعدين تتكلموا معايا بالطريقه دي بقى سبتوا ايه بقى للاغراب كده؟ اخرتها قاعدين بتتريقوا على اختكم، زعلانه منكم. يا نسمة احنا ما نقصدش نزعلك والله، احنا بنتكلم لمصلحتك يا بنتي. جوزك اللي مشجعك على التخن ده حرام عليه، ده المفروض يدلك على الحاجه الصواب ليكي مش الغلط. ونسمة طلعت لهم لسانها زي الاطفال وقالت: والله بقى انا حلوه وجوزي كمان حلو، ولو على الفساتين فعادي، يعني هفصل فستان واطلع احلى منكم في الفرح، وكمان انتوا بتختاروا موديلات من بدري قوي، ده لسه باقي 4 شهور بحالهم على الفرح. الله. خلاص يا بنات محدش يتكلم في الموضوع ده تاني، عشان هي بقت حساسه قوي من ناحيه الناس، فسيبوها براحتها تختار اللي تختاره وتلبس اللي تلبسه، ملناش دعوه. نسمة اتعصبت من كلامهم قوي وسابتهم وقامت مشيت، وهي في طريقها للبيت راحت عند محل اكل
واشترت اكل كتير قوي جاهز، لكنها بعد ما طلعت من المحل كانت متضايقه قوي من نفسها، وانها كل ما تزهق او تتضايق تفضل تاكل زي العبيطه. وفجاه لقيت مكتب واليافطه مكتوب عليها اسم دكتور التخسيس، وما حسيتش بنفسها غير وهي قاعده قدام الدكتوره وبتقول لها: شوفي لي حل يا دكتوره، انا عايزه اخس وابقى موديل كده في خلال 4 شهور عشان احضر فرح اخويا وابقى مزه كده. واحده واحده بس يا حبيبتي، مفيش حد بيخس من يوم وليله، كل حاجه بالهداوه. قولي لي الاول، انتي بتعاني من اي امراض؟ لا انا مش بعاني من اي امراض ولا اي حاجه، بس انا عندي 4 عيال وبرضع كمان. الدكتوره فضلت تاخد منها شويه معلومات عن حالتها الصحيه والاجتماعيه. طيب بصي، انا هديكي نظام غذائي تمشي عليه، ومش هنبتدي جيم في الاول كده زي ما انت عايزه، لا احنا هنستنى لحد ما تخسي شويه وبعدين تروحي الجيم عشان ما نعملش حمل تقيل على عضلاتك. طب خلاص يا دكتوره تمام، انا همشي وراكي واتوكل على الله، بس ينفع ابدا النظام الغذائي ده من بكره احسن، عشان انا لسه جايبه اكل يعني حلو قوي ونفسي اكله، وبعدين بفش غلي فيه من كلام اخواتي. الدكتوره ضحكت بهدوء وقالت لها: ماشي مفيش مشاكل، كلي الاكل اللي تحبيه النهارده وتبتدي من بكره، بس تبتدي باراده من حديد. ايوه يس، اراده من حديد، ايوه هو ده، هوريكي يا دكتور هتغير. والدكتور قعدت تضحك، ونسمه مشيت من عند الدكتوره ورجعت البيت واكلت الاكل اللي هي كانت جايباه كله هي وعيالها وجوزها، وما رضتش تقول لجوزها عن موضوع الدكتوره ده عشان ما يحبطهاش. وتاني يوم فضلت عامله دايت اليوم بطوله من غير ما تحسس اي حد بحاجه خالص، لكن في نهايه اليوم لقيت جوزها داخل عليها بكيس مليان حلويات. انا قلت بقى بما ان النهارده الخميس اجيب لك شويه حلويات كده لزوم السهره يعني. ونسمه قالت في نفسها: يا دي النيله، يا خرابي عليك يا احمد وعلى عمايلك، ما انت بقالك كذا يوم يعني مش بتجيب حلويات، جاي على اول يوم دايت ليا وتبوظوا لي، يخرب بيتك. ايه يا نسمه يا حبيبتي، انت بتقولي حاجه ولا ايه؟ لا ما بقولش يا احمد، ما بقولش، هات الكيس ده لما احطه جوه في المطبخ. بقول لك ايه، انا مش عايزه اسهر النهارده، خليه هنبقى ناكله بكره احنا والولاد. غريبه يعني، ما احنا كل اسبوع بنسهر كلنا مع بعض يوم الخميس، اشمعنى النهارده بقى مش عايزه تسهري؟ عادي يعني يا احمد، مش عايزه اسهر وخلاص، واقفل بقى الموضوع، المهم هات الكيس ده بقى. ونسمه فضلت تتلكك كل ما تلاقي احمد جايب حلويات عشان ما تاكلش منها، لحد ما في يوم اتكلم معاها وقال لها: في يا نسمه يا حبيبتي، مالك متغيره كده ليه؟ كل لما اجيب حلويات وابقى راجع فرحان من بره واقول هاكل انا ونسمه والولاد، الاقيكي ما ترضيش تاكلي معانا وتتحججي بحجج فارغه. بصراحه كده يا احمد، انا رحت لدكتور التخسيس وبقيت بعمل دايت، بس ما رضيتش اقول لك يعني عشان ما تحبطنيش وتقولي بلا دايت بلا بتنجان. احمد ضحك من غير ما يقصد وقال لها: طب ما انا عارف على فكره، انا شفت ورقه النظام الغذائي اللي هي كانت بالك بالصدفه وعرفت، بس زعلت منك انك ما قلتليش حاجه زي دي يا نسمه. هو انا يعني بقولك تاكلي ليه؟ ما هو كله عشان خايف عليكي احسن تدوخي ولا تتعبي من قله الاكل. ما هو بصراحه يا احمد زهقت قوي من التخن بتاعي ده انا لما بروح السوق عشان اجيب لبس بفضل ادور على مقاسي كذا يوم ورا بعض، وفي الاخر بشتري حاجات بقى مش لايقه عليا خالص ولا على سني. ما هو تلاقيك انت اللي بتروحي محلات ما عندهمش مقاساتك يا احمد، ده انا حتى بقيت بدخل قسم الحوامل وانا كل يكسف من وزني وشكلي عشان الاقي لبس على مقاسي، ويا ريتني بلاقي حاجه حلوه ولا عدله في الاخر. بص سيبك بقى من ده كله، انا خلاص رحت اقول للدكتوره وكمان عايزه اروح الجيم. طب اسمعيني، سيبي خطوه الجيم ده دلوقتي وخليكي ماشيه مع الدكتوره شويه لحد ما نشوف اخرتها بقى. نسمه فرحت جدا ان المواجهه دي حصلت بينها وبين جوزها، لكن تاني يوم لقيته راجع من بره وجايب معاه اكل، فقالت بدهشه: ايه ده، انت جايب مشاوي واكل؟ انت المفروض يعني تشجعني مش تخليني اكل الاكل ده كله. ايه يا حبيبتي ما تاكلي، امال يعني عايزاني ادخل عليكي بايدي فاضيه ولا ايه؟ طب والله لو ما اكلتي معانا هزعل منك قوي. وفعلا نسمه يومها اكلت الاكل كله لوحدها، ودي بقى كانت بدايه الانتكاسه. وطبعا في الميعاد اللي بعده ليها عند الدكتوره ما راحتش، اصل هتروح تقول لها ايه؟ انها فشلت في اول اسبوع دايت، وبعدها بيومين كانوا معزومين عند اهلها وكانها كانت محرومه من الاكل، وكل ما تفتكر انها كانت عامله دايت تاكل اكتر واكتر، وده كان قدام اهلها، لدرجه ان سمر اختها قالت لها: كلي يا تخينه كلي، مش عارفه والله انت بتجيبي مكان الاكل ده كله منين. بس بقى يا سمر خليها تاكل براحتها، ده احنا هننزل نعمل شوبينج بعد الغدا وهنمشي كتير. ده انتوا عيال فصيله، ما تقولي حاجه يا ماما بقى لعيالك دول. الله ما تزعليش يا بنتي، هم اخواتك دول على طول كده دمهم تقيل، ما تسيبوها تاكل براحتها، ده انتوا عيال تسد النفس. الله. نسمه كملت اكل وهي بتطلع لسانها لاخواتها وبتغيظ فيهم بسبب كلام مامتها. وبعد الغدا خرجوا كلهم مع بعض وكانوا بيشتروا مستلزمات شخصيه من محل. واحده قالت لهم وهي بتشاور على نسمه: هي دي اختكم ولا ايه؟ لا دي امنا مش اختنا. ونسمه قالت بغيظ: ايوه انا اختهم، دي سمر بس بتحب الهزار على طول كده، بس قولي لي بتسالي ليه يعني؟
لا ابدا مفيش حاجه، اصلك بصراحه بقى احلى منهم في الشكل قوي، فانا استغربت لما شفتكم بتتكلموا كانكم اخوات يعني، بس انتي فعلا مليانه عنهم حبتين. عادي عادي، الوزن مش مشكله، كده ولا كده الواحد بيخس وبيتخن باستمرار. ونسمة سابت الست ومشيت خرجت بره عشان تستنى اخواتها، لكن وهي راجعه من بره عدت على الاستوديو بتجيب صور كانت متصوراها هي وجوزها من فتره، ولما شافت الصور اتصدمت وقالت في نفسها يا خرابي، ده انا شكلي عامل زي الفيل وجوزي جنبي عامل شبه عصايه الخله. ايه ده بقى ايه القرف ده، انا لو مكانه يطلقني بصراحه. ويومها لما نسمة رجعت البيت مرضتش توري صور لجوزها، واستنت لما نام وافتكرت كل المواقف اللي بتضايقها وفضلت تعيط وندمت انها سابت الدايت وفضلت نفسيتها تعبانه قوي كام يوم. وكان جوزها على طول يقول لها انا نفسي افهم بس إيه اللي مضايقك قوي كده، في ايه يا حبيبتي، اتكلمي معايا وفضفضي براحتك. انا عايزه اروح الجيم وارجع امشي مع الدكتوره يا احمد، انت لازم تساعدني وتبطل تجيب اكل جاهز من بره وحلويات الفتره دي عشان خاطري بقى. يا نسمة بطلي بقى تفكير في الموضوع ده، انا بحبك يا حبيبتي زي ما انتي، لو عايزه تروحي الجيم روحي بس مفيش دايت، اتفقنا؟ ماشي يا احمد، حتى يعني ابدا بموضوع الجيم وبعدين نشوف موضوع الدايت ده بقى، وابقى ارجع للدكتوره وقتها اكون حتى اتشجعت شويه. نسمة كلمت كام واحده من اصحابها واتفقوا ان هم هيروحوا الجيم سوا، والجيم ده بقى كان بتاع واحده صاحبه نسمة، واللي اول ما شافتها قالت لها ايه ده يا نرمين، ده انتي كنتي اضخم مني، ازاي خسيتي كده وبقيتي شبه العصايه؟ ولا حاجه يا بنتي، كله بالنظام الغذائي الصحي والرياضه، وبقيت زي ما انت شايفه كده شبه العصفوره. طب انا عايزاكي تتابعي معايا يا نرمين عشان خاطري، عشان انا نفسي اخس قوي وابقى زيك كده. حاضر يا روحي من عيوني، بس قولي لي الاول ايه اللي غيرك وخلاكي تيجي هنا؟ ده انت طول عمرك بتحبي الاكل قوي. زهقت من التعليقات السخيفه بتاعت اخواتي وكمان الناس اللي حواليا، رغم ان جوزي يعني عاجبه شكلي، بس انا بصراحه تعبت قوي، وخصوصا بقى ان رجلي بقت بتوجعني قوي، وكل ما اقول للدكتور يقول لي خسي. طب تعالي معايا وانا هوريكي التمارين اللي هتعمليها بتاعت المبتدئين، وكمان الاجازه اللي هتتدربي عليها. ونسمة عملت شويه تمارين ونرمين كانت بتشجعها ومبسوطه بيها قوي، ويعدي الوقت وترجع البيت وتلاقي جوزها بيقول لها ها يا ست نسمة مبسوطه كده؟ بصراحه ايوه يا احمد مبسوطه قوي، انا ازاي سمعت كلامك وما رحتش من زمان قوي كده. عايزه تفهميني انك مش هتيجي بالليل وتدبيها اكل وتبقي ولا كانك عملتي تمارين ولا حاجه؟ انا كرهت كل الاكل خلاص، وهتشوف كده بنفسك يا احمد. احمد ضحك باستهزاء، هو ما كانش مقتنع بكلامها ولا مصدقها خالص. ماشي يا ستي اما نشوف، انا كمان هطلع امشي كل يوم شويه، بيقولوا المشي حلو قوي. احمد وافق وهي بقت بتروح الجيم، وكمان بقت بتطلع تمشي كل يوم بالليل، وقللت اكلها قوي، وبعد حوالي اسبوعين راحت للدكتوره اللي اول ما شافتها ابتسمت. ايه يا نسمة فينك يا بنتي، مشيتي يعني وقلتي هتدولي؟ بصي بقى يا دكتور، انا مشيت من عندك كنت متشجعه جدا، بس جوزي الله يسامحه خلاني الخبط، وبصراحه ما كانش ليا عين اجيلك، بس انا بقى استجمعت قوتي ورجعت رحت الجيم، رغم انك قلتي لي يعني لا، بس انا كنت عارفه ان هو ده اللي هيخليني التزم بالنظام الغذائي الصحي والرياضه. يعني التزمتي ولو طلعتي على الميزان هلاقيكي خاسه عن المره اللي فاتت؟ ايوه انا قطعت الرز خالص وكمان المقالي، وكرهت الحلويات والنشويات كرهتهم قوي. الدكتوره ضحكت وهي بتقول طب يلا يا نسمة اطلعي قدامي على الميزان، وانا بقى اشوف اذا كان كلامك صح ولا غلط. نسمة طلعت على الميزان وهي بتقدم رجل وبتأخر رجل، بس كانت حاسة انها خاسة، واتفاجئت بالدكتورة اللي قالت لها ايه ده ما شاء الله ما شاء الله، خاسة 6 كيلو عن يوم ما كنت هنا، لا بجد واضح المجهود يا نسمة. نسمة في الوقت ده كانت حاسة انها طايرة من فرحة، ولما رجعت البيت وقالت لجوزها على اللي حصل قال لها بكل هدوء طب كويس، ما انا قلتلك من الاول بلاش تاكلي حلويات كتير. يا سلام، ما انت اللي كنت بتجيبها لي على طول، ده بدل ما تقولي شاطره يا حبيبتي. طب شاطره يا حبيبتي ولا تزعلي نفسك، يلا بقى على الله كملي وما ترجعيش اللي خسيتيه وبزياده كمان. ونسمة قالت بعناد لا مش هزيد، بطل نقع عليا بقى الله، وبطل تسد نفسي. نسمة رغم احباط احمد ليها الا انها كملت في الدايت والمشي كل يوم 2 ساعات، وكمان كملت في متابعتها مع الدكتوره. واخواتها بقى لما لاحظوا ان جسمها ابتدى ينزل كانوا مبهورين قوي، لدرجه ان سمر قالت لها اوبا ايه التغيير ده كله يا نسمة، هو جوزك قالك انه هيتجوز عليكي لو ما خسيتيش ولا ايه؟ لا يا خفيفه ما قالش حاجه، انا بس بخس وبعمل دايت عشان نفسي وبس. لا واضح التغيير، شكلك كده هتحصلينا وتعملي معانا نفس ستايل الفساتين في فرح اخوكي، ده انا هعديكم كمان وهبقى ارفع منكم واعمل ستايل فستان ما تعرفوش تلبسوه اصلا. ندى وسمر ضحكوا باستهزاء وما كانوش متوقعين انها تقدر تحقق كلامها، لكن فعلا نسمة بقت بتخس قوي. وفي يوم كانت بتتكلم مع نرمين في الجيم، انا مقاساتي اتغيرت الحمد لله يا نرمين، وانا نفسي وزني يفضل كده وما تخنش خالص.
طول ما انتي مواظبة على الرياضة وبتاكلي بكميات كويسة ومعتدلة مش هتتخني تاني يا نسمة، ما تقلقيش، وانا كمان هشجعك انك تيجي هنا باستمرار. وهو ده اللي حصل فعلا. نرمين بقت بتشجع نسمة على طول انها تروح الجيم، وفي يوم حمات اخو نسمة شافتها وقالت لها: ايه الحلاوة دي يا نسمة، انتي بقيتي زي القمر، السر بقى يا قروبة قوليلي. ولا سر ولا حاجة، كله بالإصرار والعزيمة بيتم الحمد لله. إصرار وعزيمة ايه بس، ده انتي بقيتي عيالة صغيرة. قوليلي يا نسمة انتي بقيتي كام كيلو؟ انا بفضل الله خسيت وزن كبير قوي، ومش لازم اقول هو كام، بس الحمد لله اني وصلت لكده وخلاص. لا جدع يا نسمة والله، انا بجد فرحانة بيكي قوي، ما تزعليش مني يعني بخصوص الكلام اللي قلتولك اخر مرة، بس انا كنت خايفة عليكي قوي بجد لان وزنك كان بيزيد قوي. عادي زيك زي غيرك، كانوا بيقولوا كلام وحش قوي، بس انا بقى خلاص اتغيرت وما بقاش فارق معايا كلام حد خالص. ونسمة فضلت تخس لدرجة انها في يوم كانت راجعة من بره ولقيت واحدة موقفاها في الشارع وبتقول لها: قولي لي يا حبيبتي، هو انتي ممكن تديني رقم تليفون والدك عشان اخطبك يعني لابني؟ انا متجوزة والله ومعايا 4 ولاد كمان، هو انا للدرجة دي ما بقاش باين عليا ان انا متجوزة ولا ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله، متجوزة ومعاكي 4 عيال ولسه قادرة تحافظي على رشاقتك؟ لا جدعة والله، وتستاهلي تحية كمان. كلام الست دي كان مفرح نسمة قوي، ولما رجعت البيت يومها قالت لجوزها: شفت بقى ان انا قدرت اوصل اللي انا عايزاه ازاي، وكمان خسيت وحققت حلمي. بصراحة انت بقيتي زي القمر، انا ازاي كنت بشجعك انك ما تخسيش، ده انت شكلك اتغير خالص، ده كل اللي يشوفني بيسألني مراتك خست بالشكل الكبير ده ازاي وفي المدة القليلة دي، ده كل الناس بيحسبوكي مريضة. لا يا حبيبي، فلا الله ولا فالهم، مريضة ايه، ده انا بخس وبصحتي كمان اهو الحمد لله. طب وقفي بقى، ده انت ما شاء الله خسيتي 110 كيلو لحد ما بقيتي 85 كيلو. لا انا مش هسكت غير لما ابقى 60 كيلو وبكره تشوف. ايوه بس الخسان الكتير ده غلط عليكي قوي، خصوصا في الوقت القليل ده. واحده واحده يا نسمه. عادي يا حبيبي ما تقلقش، انا كده ولا كده ماشيه مع الدكتوره وهي متابعه معايا، وكل فتره بعمل تحاليل عشان اشوف نسبه الانيميا مستقره ولا لا، ولو في حاجه كده ولا كده هي اكيد هتقولي. وتعدي الايام ويجي فرح اخو نسمه، وكل لما شافها وهي لابسه الفستان وعلى سنجة 10 واحلى من اخواتها بقوا متفاجئين جدا، لدرجه ان خالتها قالت لها: ايه ده يا نسمة، عملتيها ازاي دي يا بنتي، انتي خسيتي قوي، ده انتي بقيتي زي العصاية ونشفتي. بجد يا خالته شكلي اتغير قوي كده للدرجة دي؟ انا بصراحة بعمل دايت بقالي فترة عشان اخس. ايوه والله. بقولك ايه، قولي لي السر بقى احسن، زي ما انتي شايفة كده يعني خالتك كل شوية وزنها بيزيد، وبصراحة ما بقتش طايقة نفسي خالص. ونسمة ضحكت وقالت: السر ده عايز قاعدة طويلة قوي، المهم يبقى عندك عزيمة وإرادة وإصرار كمان، وباقي السر بقى أنا هقولك عليه بس بعد فرح أخويا، مش هينفع نتكلم هنا. نسمة طول الفرح كانت بتحمد ربنا وحاسة إنها واثقة من نفسها قوي وماشية فخورة بنفسها، حتى جوزها كان فخور بيها. وفي نص الفرح: لا بجد زي القمر يا نسمة، أنا بحييكي جدا على اللي انت عملتيه ده حتى انت خسيت عشان بقيت بتاكل معايا أكل صحي، يعني تروح بكرة وتوزن وانت تصدق كلامي. انا فعلا وزنت النهارده بالصدفه، وفعلا لقيت نفسي خسيت شويه، ومن وقتها بقى وانا بدعيلك والله، شكرا قوي يا نسمه. نسمه كملت حياتها وهي رشيقه وجميله، وكانت على طول فخوره بنفسها. ولحد هنا بتخلص قصتنا، واتمنى تكونوا استفدتوا منها عبره مهمه جدا، وهي ان احنا ما نستسلمش للظروف اللي حوالينا، ولما نقرر يبقى القرار نابع من جوانا، ونخاف بجد على صحتنا، لان التخن حاجه سيئه جدا وبتخلي الانسان مش عارف يتحرك ولا عارف يعمل اي حاجة، وحتى صحته بتبقى في النازل خالص. يا ريت كلنا نهتم بصحتنا، ولما نحس ان وزننا بيزيد شوية ناخد بالنا. ولحد هنا بتخلص الحكاية خالص، ولو عجبتكم ما تنسوش اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة.